السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ حلقة جديدة من حلقات ليالي دوري نايل، الحلقة المعتادة اللي بننزلها كل يوم قبل مباراة نادي الزمالك. بكلمك فيها عن تفاصيل مباراة نادي الزمالك. الزمالك عنده مباراة بكرة مهمة جدا أمام حرس الحدود في بطولة الدوري. مباراة هتحدد بشكل كبير جدا هل الزمالك هيرجع يكسب بعد الخسارة طبعا اللي زعلت كتير من الجمهور أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الكاس، وخروجنا من بطولة الكاس ودور ال 16. فهل الزمالك بقى هيرجع قدام حرس الحدود بنفسية مختلفة، بدوافع مختلفة، ببطولة تانية بتنافس فيها بشكل كبير جدا؟ مباراة لازم تكسبها بعد ما اتفرجنا النهاردة على فوز النادي الأهلي على الجونة، طبعا الفوز المشبوه المعتاد عامة من الحكم أمين عمر اللي كان بيحكم مباراة الأهلي والجونة النهاردة. كنت بتفرج على المباراة، الحكم ده صعب قوي يا جماعة. الحكم ده تاريخه كله ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو بيساعد النادي الاهلي، ولكن ده مش موضوعنا. تقدر تتفرج على الفيديو بتاعي في اي منصه من المنصات، هتلاقيني منزل فيديو بشرح لك فيه كل الحالات التحكيميه وضربات الجزاء اللي كانت على الاهلي النهارده. والحكم امين عمر ما كلفش خاطره حتى النهارده انه يروح يبص عليها في الفار. بس زي ما قلت لك ده مش موضوعنا عن مباراه الزمالك وحرس الحدود اللي هتتلعب بكره في تمام الساعه 9:30. مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك، مباراه لازم الزمالك يكسبها، مباراه على الورق تبان سهله نسبيا، ولكن زي ما انا كاتب لك في عنوان الفيديو نقطه ومن اول السطر. عندنا مشاكل، خرجنا من بطوله الكاس، خسرنا من سيراميكا، الفرقه ستيل مضغوطه لان اخر مباراه الزمالك لعبها من 3 ايام قدام سيراميكا كليوباترا، فالاجهاد لسه موجود والضغط لسه موجود، وهي دي الحاجات اللي اثرت بشكل كبير جدا على نادي الزمالك في مباراه سيراميكا. وتمنياتي انها ما تبقاش مؤثره على فرقه نادي الزمالك قدام حرس الحدود، لانك هتلاعب فرقه زي ما بقول لك على الورق فرقه سهله، فرقه غالبا موجوده في المركز ال 17 في بطوله الدوري، معاهم 14 نقطه. اخر 10 مباريات في الدوري لفرقه حرس الحدود تقريبا ما كسبوش حد، مباريات كلها خساره وهزيمه، ولسه خسرانين كمان من فرقه زد في بطوله الكاس بضربات الجزاء وخرجوا من البطوله. فمباراه زي ما بقول لك على الورق سهله. اللي هيصعب الماتش ده هو فرقه نادي الزمالك. فرقه نادي الزمالك لو نزلت تعاملت مع المباراه بشكل معين، الماتش هيكون سهل جدا وسلس جدا، هتنزل تلعب المباراه بكل اريحيه وتاخد الثلاث نقط من غير اي تعقيدات. ولكن انت اللي ممكن تصعب الماتش على نفسك، انت اللي ممكن تدي فرقه حرس الحدود اكبر من حجمها وتدخلها في الجيم. كل اللي انت محتاجه انك تنزل تلعب بتشكيله صح، تضغط على فرقه حرس الحدود من اول دقيقه، تسجل اهداف مبكره تحسم بيها اللقاء، وبعد كده بقى تبتدي تريح لعيبتك المضغوطه في الفتره الاخيره. لان انت برضه في شهر رمضان انت مضغوط، انت على مدار شهر رمضان هتلعب 6 مباريات، 5 في الدوري، هيخلوا الزمالك يحدد بشكل كبير جدا هو عايز من البطوله، هل هينافس ولا لا. وفي نفس الوقت عندك في نهايه الشهر مباراه امام فرقه اوتوهو في الكونغو، يعني انت في نهايه الشهر انت مسافر الكونغو عشان دور ربع النهائي في بطوله الكونفدراليه، وهم دول البطولتين اللي فاضلين لك. فزي ما بقولها نقطه ومن اول السطر، ولا كأن حاجه حصلت، ابتدي من الاول. خلاص خسرنا بطوله الكاس، قدر الله وما شاء فعل. مش عايز بقى الكلام كله يبقى رايح على فكره المنظومه والتحكيم، ده خلاص قلناه والمفروض انها تكون صفحه واتقفلت بنهايه مباراه سيراميكا كليوباترا وخروج نادي الزمالك، ونبتدي بقى نشتغل على فكره بطوله الدوري اللي هي الاولويه الاولى عندنا الموسم ده، وفكره بطوله الكونفدراليه، البطوله القاريه اللي انت بتلعبها السنه دي، البطوله اللي انت لو كسبتها بيخش لك من خلالها عائد مادي محترم تقريبا 2.5 مليون دولار. وفي نفس الوقت لو كسبت بطوله زي دي بتفتح لك في الموسم الجديد انك تلعب مباراه السوبر الافريقي مع بطل دوري ابطال افريقيا. فلازم نقطه ومن اول السطر، ونقطه ومن اول السطر، واخد بق بقى. انت عامل ايه؟ وحشني، اقسم بجلاله الله وحشني يا ابني. اتاكدت انك عامل لايك، عملت سبسكرايب، قوم اعمل لك حاجه اشربها ووقف الفيديو، وبعد كده ارجع لي عشان في كلام كتير عن مباراه حرس الحدود، تشكيله نادي الزمالك اللي يلعب بيها بكره، وازاي الكابتن معتمد جمال ينزل يلعب بطريقه تكسبه المباراه دي هيفي سكور، مش مجرد تكسب الماتش. انت الطبيعي انك تنزل لو بتلعب بالناشئين تكسب فرقه حرس الحدود دي بسكور كبير، بسكور كبير، لانهم فرقه مش موجوده في الدنيا، فرقه اعتمادها الاول والاخير على مين؟ على محمد اشرف رؤى مبطل كوره، محمد حمدي زكي مبطل كوره، عمرو جمال مبطل كوره. ففرقه حرس الحدود من اسهل الفرق ومن اسهل الثلاث نقط اللي هتواجههم في بطوله الدوري. الصعوبه جايه قدام، الصعوبه بقى جايه لما تلاعب زد، لما تلاعب الاتحاد، لما تلاعب انبي. فما ينفعش توقع نقط قدام حرس الحدود، لانه ماتش مهم جدا 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 لنادي الزمالك عشان يرجع تاني
في المركز الثاني، وهيبقى الفرق بسيط بينه وبين سيراميكا كليوباترا. ضيف على كده ان بكره في نفس ميعاد مباراه الزمالك وحرس الحدود بيراميدز بيلاعب سيراميكا، واي نتيجه في مباراه بيراميدز وسيراميكا هي نتيجه هتفيد نادي الزمالك بشكل كبير جدا. بيراميدز لو كسب ده هيفيد نادي الزمالك، لان الزمالك لو كسب الماتش المؤجل هو اللي يعدي سيراميكا في عدد النقاط، وهو اللي ليه الاولويه في صداره الدوري. سيراميكا لو كسب بيراميدز فهو بيعطل لك بيراميدز، لان بيراميدز ده هيبقى عنده نفس طويل جدا في مشواره في بطوله الدوري، وخصوصا في مجموعه التتويج. لو اتعادلوا مع بعض خير وبركه، الاثنين عطلوا بعض، فاي نتيجه هتحصل في ماتش بيراميدز وسيراميكا هتكون مفيده ليك ومفيده للاهلي. فلازم تستغل ده، لازم تستغل انك بتلعب ماتش سهل وداخل بعديه على ماتش صعب، فعايز ترجع تاني تمسك سلسله انتصارات تديك الاريحيه قدام ان انت ما توقعش نقط في بطوله الدوري، عشان تفضل منافس مباشر على بطوله الدوري لحد الانفاس الاخيره. خش لي بقى بعد كده على التفاصيل الفنيه، وخصوصا فرقه حرس الحدود. فرقه حرس الحدود بتلعب ازاي؟ بتلعب زي اي فرقه ضعيفه في الدوري، زي ما اتفرجنا النهارده على الجونه وزي كهرباء اسماعيليه وزي الاسماعيلي. فرقه بتحاول، فرقه غلبانه بتحاول على قد ما تقدر انها تامن دفاعاتها وتلعب على الهجمات المرتده في الامكانيات بقى اللي موجوده عند عمرو جمال او محمد حمدي زكي. هي دي فرقه حرس الحدود، هي دي فرقه حرس الحدود. هتسلمك الكوره على مدار ال 90 دقيقه وتفضل تلعب على التحولات والمرتدات. فانت الطبيعي انك تعمل ايه؟ تنزل بتشكيل هجومي، تشكيل يكون متوازن ولكن يكون فيه الطابع الهجومي. تبدا باللعيبه اللي تخلص لك الماتش بدري بدري، وبعد كده بقى تريحهم تجرب افكار جديده، انت حر. بس الفكره كلها انك تحاول على قد ما تقدر ان ظروف المباراه تخدمك وما تدخلكش في ريسك ان حرس الحدود دخل في الجيم، حرس الحدود سجل فيك هدف، فانت متوتر مش عارف ترجع، ضغطت لعيبتك، بتحاول تعمل حاجات من بره، ما تلاقيش عندك على الدكه لعيبه عندها امكانيات او لعيبه عندها الجوده، وتلاقي نفسك موقع نقطه ولا موقع الثلاث نقط لا قدر الله قدام حرس الحدود. وده شيء هيكون صعب جدا تقبله، ده شيء ملوش مبرر. حتى بكره لو انت نزلت لعبت، لو حكم المباراه هو رئيس نادي حرس الحدود، انت مالكش مبرر انت تكسب حرس الحدود دي. حتى لو الحكم متربص بيك بكره، حتى لو الحكم متربص بيك بكره، انت تكسبه مسكور، انت اعلى بكتير. فزي ما بقول لك فرقه حرس الحدود هتنزل مأمنه دفاعاتها وتلعب على التحولات والمرتدات. فالطبيعي من الكابتن معتمد جمال ان انا العب باللعيبه اللي عندها امكانيات فرديه تقدر تخلص لي الماتش ده بدري بدري. والتشكيله من وجهه نظري يبدا بيها الكابتن، انا بتهته ليه؟ والتشكيله من وجهه نظري اللي يبدا بيها الكابتن معتمد جمال تشكيله سهله جدا. هتلعب بالمهدي سليمان في حراسه المرمى، وتلعب بتشكيله ال4 2 3 1. لازم ترجع تلعب بقى بوينجات، لازم ترجع تلعب باتنين وينج، لازم خوان بيزيلا يكون موجود على الخط عشان يقدم لك الحاجه اللي هو بيعرف يقدمها. توظيفه في مركز صناعه الالعاب ده يكون في فتره من فترات الماتش، ما تبداش بيه ومديله الوظيفه الاولى ان هو صانع العاب. هتخسر كتير جدا من امكانياته، لان امكانيات خوان بيزيلا بتتبروز بشكل كبير جدا لما بيلعب في مركز الهاف اليمين او الوينج اليمين. ولكن زي ما بقول لك التشكيله في حراسه المرمى المهدي سليمان، رباعي خط الظهر. انا شايف ان حسام عبد المجيد بعد اللي عمله الماتش اللي فات، هو اعتذر لعبد الله السعيد وكل حاجه، بس انا شايف انه يريح. يريح ليه؟ يريح عشان الاجهاد اللي عند حسام عبد المجيد في الفتره الاخيره، وفي نفس الوقت حسام عبد المجيد في الفتره الاخيره مستواه متذبذب، وعايز اشوف محمد اسماعيل يرجع يلعب في مركزه الاساسي. عايز اشوف ثنائيه الونش ومحمد اسماعيل، وحسام عبد المجيد موجود معاك على الدكه، تبقى تنزله لما محمد اسماعيل يتعب او يرهق او ايا كان، ولكن اللي يبداوا المباراه دي الونش ومحمد اسماعيل، وحسام عبد المجيد خليه معاك على الدكه. باك يمين محمد ابراهيم. واحد هيقول لي طب عمر جابر، هقول له اسكت اسكت، لان انا جاضد ومش طايق نفسي، وفكره عمر جابر دي ما بقتش مبلوعه بالنسبه لي. فمحمد ابراهيم هو الباك اليمين، والكابتن عمر جابر يفضل قائد للفرقه من على الخط. انت لو جيت اتفرجت على اداء محمد ابراهيم في الفتره الاخيره وجيت اتفرجت على عمر جابر في الماتش اللي لعبه قدام سيراميكا، هتقول ان عمر جابر هو اللي ناشئ ومحمد ابراهيم هو اللاعب الكبير. فمحمد ابراهيم هو اللي يبدا بكره. الناحيه الثانيه تلعب بمحمود بنتايج في بدايه اللقاء، لازم استفيد من امكانيات بنتايج، لازم استفيد من الكواليتي اللي موجود عند المغربي محمود بنتايج، والعب ببنتايج، وابتدي ارجع بقى ان انا اشوف بقى تشكيله اساسيه هتكمل معايا الموسم. لازم امسك بقى هيكل اساسي للفرقه، ما انا معظم لعيبتي رجعت، عندي غيابات وعندي اصابات وعندي نواقص في الفرقه، بس لازم امسك هيكل اساسي للفرقه اشتغل عليه. ان انا هغير بقى قدام في بعض المباريات لاعب 2 3 بالكتير قوي، لكن في لعيبه موجوده في الفرقه ببني عليها التشكيله.
فمحمود بنتايج من وجهه نظري هو اللي يلعب باك شمال في مباراه حرس الحدود، عشان استفيد من امكانياته وعشان استفيد من خبراته وعشان استفيد من الجوده وعشان استفيد من لاعب محترف عندي. فطبيعي ان هو هيلعب بكره بمحمود بنتايج. خش لي بقى على نص الملعب وازمه نص الملعب. قلتها وهقولها وهقعد اكررها من هنا لحد ما محمد شحاته يعتزل. محمد شحاته ما بيعرفش يلعب سته. محمد شحاته مش سته. محمد شحاته لما لعب سته في ماتش سيراميكا، وده قلته لك في فيديو ماتش سيراميكا، كان سبب رئيسي في خسارتي. محمد شحاته لازم يلعب في مركزه الطبيعي، مركز 8 بوكس تو بوكس، يا اما تلعبه على الخط تلعبه هاف، لكن لو لعبته سته هتخسر كتير جدا من امكانيات شحاته وهتظلم شحاته وهيأدي لك اداء سيء انت مش هتقتنع بيه. فمين يا ابن الحلال بقى اللي يلعب سته؟ السته اللي موجوده عندي. مين السته اللي في النادي؟ انت عندك 2 لعيبه، عندك احمد ربيع وعندك محمود جهاد. محمود جهاد الله اعلم هو فين، يعني الله اعلم ايه المستشفى اللي محمود جهاد موجود فيها دلوقتي، والله اعلم هو مصاب ولا لا، لان في ناس طلعت واتكلمت وقالت محمود جهاد مش مصاب اصلا. ولكن الطبيعي والمنطقي ان انا العب باحمد ربيع، اللاعب اللي انا جايبه يكون بديل لدونجا، ودونجا مش موجود، يبقى مين اللي يلعب؟ اللي يلعب احمد ربيع مش محمد اسماعيل. مش هفضل لاعب محمد اسماعيل في مركز غير مركزه، العب باحمد ربيع. ما اقتنعتش بيه، احاول بقى ادور لها على حل، سواء شحاته او اسماعيل او محمود جهاد لحد بقى نهايه الموسم، لان خلاص هي دي الاسامي اللي تحت ايديا وهي دي الاسامي اللي انا مجبر عليها. ولكن لازم اشوف لاعب بيلعب في مركزه، واحمد ربيع مركزه 6، يبقى احمد ربيع يلعب ديفندر وجنب منه على الدايره محمد شحاته. خش لي بعد كده بقى على مين يلعب صانع العاب. طبيعي جدا في ظل غياب ادم كايد اللي واضح جدا انه كان فارق بشكل كبير جدا مع شكل الزمالك وشكل منظومه وسط الملعب في نادي الزمالك، ان انا العب بعبد الله السعيد واخد من عبد الله السعيد اول نص ساعه، اول شوط، اول 60 دقيقه، بس اخد من عبد الله السعيد بوتنشال في المباراه، اخد من عبد الله السعيد امكانيات في بدايه المباراه عشان اسبق في النتيجه وبعد كده اريح عبد الله في نهايه الماتش. لكن مش عبد الله يبتدي مريح على الدكه وانزله من على الدكه في نهايه المباراه، ده غلط كبير جدا. فلازم العب بعبد الله السعيد وبديله موجود اللي هو محمد السيد. محمد السيد يبقى ينزل بقى هو الشوط الثاني من اما عبد الله تحس ان هو منهك او مرهق او ايا كان، فاللي يبدا اساسي في مباراه زي دي هو عبد الله السعيد. خش لي بعد كده على خط هجوم، وخط هجومك الاساسي اللي لازم نتفرج عليه خوان بزيرة وينج يمين، عدي الدباغ وينج شمال، واقرب للشادو سترايكر مع تحركات بقى لعيبه نص الملعب عشان تكمل، او تحركات بنتايج عشان يكمل كوينج شمال، وتلعب بمهاجم الفرقه ناصر منسي. هي دي التشكيله الاساسيه بتاعتك، وهو ده الهيكل الاساسي بتاع اللي لازم تكمل بيه باقي الموسم. وايه اللي انا قلته؟ وهو ده الهيكل الاساسي بتاعك اللي لازم تكمل بيه لنهايه الموسم. مهدي، محمد ابراهيم، بنتايج، الونش، محمد اسماعيل، احمد ربيع، محمد شحاته، عبد الله السعيد، خوان بزيرة، عدي الدباغ، ناصر منسي. وكفى المؤمنين شر القتال. هتلعب بالتشكيله دي يا كابتن معتمد هتكسب سكور، مش هتلعب بالتشكيله دي يا كابتن معتمد هتلاقي ان الماتش بيتعقرب منك وهنخش في كذا سيناريو احنا مش حمله. احنا عايزين نرجع نكسب تاني بعد اللي حصل في ماتش سيراميكا عشان نكمل في المنافسه على بطوله الدوري. لان انا الاولويه بالنسبه لي زي ما قلتها، اولويه نادي الزمالك بالنسبه لي كمشجع ان لازم على الاقل احقق الكونفدراليه، ده كده كده شيء اساسي لانها البطوله القاريه اللي هتجيب لي عائد مادي محترم، وبطوله الدوري ياخد الدوري ويبقى دوري اعجازي ودوري استثنائي والزمالك ضد المنطق والكلام الجميل اللي احنا بنحبه، يا اما على الاقل ابقى مركز ثاني في الدوري. وعشان ابقى مركز ثاني في ظل وجود سيراميكا والاهلي وبيراميدز، انا لازم العب ماتشاتي كلها انها ماتشات كؤوس. ما ينفعش افرط في نقطه، النقطه اللي هفرط فيها وهنزل مركزين هيقولوا لي مع السلامه باي باي ونشوفك الموسم الجاي على خير. محدش هيسمع عليك. اديك شفت النهارده الاهلي كان ممكن يتعثر قدام الجونه في ظل غياب زيزو وتريزيجيه والمدير الفني الكفته اللي هم بيلعبوا بيه ده، واللي مفيش كوره بتتقدم عامه، وهم 2 لعيبه اللي مفوقين الفرقه النهارده امام وبالعمري. الاهلي كان ممكن يوقع نقط فده كان هيبقى في مصلحتك. بيراميدز ممكن يوقع قدام سيراميكا فده في مصلحتك انت. سيراميكا ممكن يقع فده في مصلحتك. ولكن الاهم بقى في مصلحتك ايه؟ انك تكسب ماتشاتك. ده اهم حاجه، ان ماتشاتك ما توقعش فيها نقطه. ماتشاتك لازم تتلعب على انها ماتشات كؤوس. والحاجه الاهم ان انت معاك جمهورك بكره، جمهورك اللي افتقدته في مباراه سيراميكا كليوباترا، جمهورك هيبقى موجود بكره في ظل بقى الاجواء الرمضانيه وفي ظل ما حدش عنده اصلا وقت انه يروح ورا الزمالك. هتلاقي فيه بكره رجاله ورا الزمالك في المدرج، رجاله بتهتف باسم الزمالك في المدرج، رجاله هتفضل مصدقه في قصه نادي الزمالك وهتفضل مآمنه بكيان نادي الزمالك لحد نهايه الموسم، هيكونوا موجودين. اوعى تخذل جمهورك بكره،
لازم تكسب مباراه بكره باي مسمى وباي شكل، وتاخد الثلاث نقاط وترجع تاني للمركز الثاني، وتقعد تتفرج بقى بيراميدز هيعمل ايه مع سيراميكا. لان انت بقى اخر الشهر، يعني يوم 1/3 ده انت عندك مباراه في شهر رمضان مع فرقه بيراميدز، وعندك مباراه مع زد، وعندك مباراه مع انبي، وعندك مباراه مع الاتحاد السكندري. 4 مباريات كلهم اصعب من بعض، كلهم حرفيا اصعب من بعض. ولكن لازم تختم الدور الاول ب5 ماتشات الدوري دول، انا من وجهه نظري 15 نقطه. هتقول لي ازاي هاخد 15 نقطه من انبي وبيراميدز والاتحاد والحرس وزد؟ هقول لك عايز تنافس، عايز تاخد البطوله، مش صعبه. ايه الصعوبه في كده؟ ايه الصعوبه في ان انا انزل ماتشاتي العب كل ماتش 90 دقيقه ان انا اخد ال3 نقط؟ حتى لو اخدهم نتش هاخد ال3 نقط بصياعه، يعني هاخد ال3 نقط نتش، سرقه، شغل حراميه، زي ما الاهلي عمل وزي ما الاهلي بيعمل عامه على مدار تاريخه. لازم اللعيبه يبقى عندها ذكاء التعامل مع ماتشات الدوري. حتى لو انا بره الخدمه النهارده، حتى لو النهارده بقدم اسوأ كره في الدنيا، اهم حاجه بالنسبه لي ال3 نقط. احارب عشان ال3 نقط، احارب في الملعب كده عشان خاطر ال3 نقط، ما اخرجش من الماتش الا وانا معايا ال3 نقط. خسرنا بطوله الكاس، فاضل لك 2، الدوري انا عمال اعيد وازيد في الكلام، حقك عليا، ممكن اكون ممل يا ابني، بس بحاول اوصل لك الحاجه اللي لازم تكون موجوده في دماغك هنا. صدق في ان الزمالك قادر على تحقيق بطوله الدوري السنه دي، على الرغم من المشاكل وعلى الرغم من الازمات وعلى الرغم على كل اللي انت عايز تقوله ده على راسي. ولكن الزمالك عنده لعيبه، الزمالك عنده سكواد ينافس عادي. ايه الازمه؟ اصل انت بقى خلص الدور الاول ب 15 بونت، بنسبه كبيره لو خلصت الدور الاول بال 15 بونت انت هتبقى متصدر الدوري وبفرق نقاط عن الاهلي وعن بيراميدز. ممكن تبقى فارق عن بيراميدز ب4 نقط وفارق عن الاهلي مثلا بنقطتين او ب3 نقط، على حسب برضه مشوار الاهلي، والاهلي هيتعثر ولا لا في الماتشات اللي فاضله له في الدور الاول. هتخش بقى مجموعه التتويج، 7 فرق، 7 فرق، 6 ماتشات، 6 ماتشات ب 18 بونت. تحقيقك للفوز في ال6 ماتشات بالدوري، يعني تحقيقك للفوز على الاهلي وعلى بيراميدز وعلى سيراميكا وعلى باقي الفرق اللي هتكون موجوده في مجموعه التتويج يساوي الدوري. بس فانا شايف الدوري انت تقدر تعامله معامله كاس مصر، ماتشات اخطف 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 اخطف، بطل دوري. تخيل لو خدت الدوري السنه دي، انت تخيل معايا عزيزي الزملكاوي لو الزمالك في نهايه الموسم اتكتب لك كده بالبونت العريض: الزمالك بطل للدوري للمره ال15 في تاريخه، الدوري الاعجازي، اغلى دوري في تاريخ نادي الزمالك. بس فانت لازم زي ما انا بقول لك نقطه ومن اول السطر وتبتدي تبني. لا انا بنافس على الدوري، انا موجود في المنافسه، هم خايفين مني وانا خايف منهم، طبيعي. انا خايف منهم عشان هم اعلى مني فنيا، هم مستقرين اكتر مني، هم عملوا ميركاتو، هم جابوا لعيبه، 3 فرق سيراميكا والاهلي وبيراميدز، اكيد انا خايف منهم، بس هم برضو خايفين مني، هم برضو خايفين من استمراريتي، هم برضو خايفين من ان الزمالك ما يقعش في الماتشات بتاعته. فانت لازم تشتغل على النقطه دي، ولازم يبقى عندك نوع من الذكاء كلاعب تنزل تتعامل مع ماتش الدوري ازاي. مش انا اللي هقوله لك، انت اللي تبقى عارفه. انت كلاعب لابس شيرت نادي الزمالك، انت تبقى عارف، انت شخصيتك اللي تخليك تنزل الماتش تضحك على ادخل تخين، تضحك على الحكم وتاخد 3 نقط بانك ضحكت على الحكم، تضحك على الفرقه اللي قدامك، تضحك على المنظومه، تضحك على اي حد، بس تاخد ال3 نقط. تاخد ال3 نقط، كل اللي فاضل ايه؟ 11 ماتش، 11 ماتش ببطوله الدوري. الجيل ده يحفر اسمه بذهب في تاريخ نادي الزمالك لو حقق بطوله الدوري دي. فلازم يبقوا عارفين نقطه زي دي، وما يبقاش الموضوع تكاسل بقى اللي هو يا الدنيا صعبه قوي، دنيا صعبه قوي وانا هاخد دوري. لا، صدق انك تاخد دوري، صدق انك تاخد دوري. اذا كان سيراميكا مصدق انه ممكن ياخد دوري، اذا كان سيراميكا كيلوباترا مع احترامي يعني مصدق انه ممكن ياخد دوري وكاس، ياخد ثنائيه محليه، ناقصك ايه يعني؟ استقرار ان شاء الله هيجي، فلوس هتتحل. وانا قلتها، اللاعب اللي مستحمل نادي الزمالك في ظروف زي دي وقدر يحقق انجاز، جمهور الزمالك هيشيله على دماغه على المدى البعيد، على المدى البعيد. فلازم تستغل نقطة مهمة زي دي، لازم تكسب ماتشك قدام حرس الحدود النهارده، ما ينفعش أي إخفاق قدام حرس الحدود النهارده، ربنا يستر من مباراة الحرس وربنا يستر من نفسية اللعيبة بعد الخسارة قدام سيراميكا. وأهم حاجة بالنسبة لي والله العظيم 3، أنا ما عنديش مشكلة إن إحنا كل شوية نتكلم على التحكيم ونتكلم على المنظومة ونتكلم على المجاملات ونتكلم عن ظلم الزمالك، ولكن كل ده في لعيبة منين ما بتسمعه بيبقى مبرر بالنسبة لها. اتكلم على التحكيم، اتكلم لو الاهلي الجامل، اتكلم لو انت اتظلمت، اتكلم على المنظومه، اتكلم عن ضغط الماتشات، اتكلم على اللي انت عايز تتكلم فيه، ولكن في نفس الوقت حاول على قد ما تقدر تتكلم في الاهم. الكلام كتير في المواضيع اللي انا كلمتك عليها في الاول دي، تحكيم و
ده يعطل الفرقه. ده كانك كده بتقول للعيبه انتوا معاكم الحجه بتاعتكم. عارف لو خسرت هقول ان انا خسرت بسبب ضغط الماتشات، لو خسرت انا خسرت بسبب التحكيم. غلط كبير جدا. قول للعيبه انا هقوم بالدور ده مالكش انت دعوه، بس انت اعمل دورك كلاعب بيلعب في كيان كبير زي نادي الزمالك، لازم ينافس على بطوله الدوري. ومش بس كده، لو الظروف سمحت له يحقق بطوله الدوري ويفرح جمهوره. ايه الازمه؟ مفيش اي ازمه. المنافسين اديك شايف المنافسين كلها اوحش من بعض. الاهلي بيلاعب الجون النهارده، واحده مش من اعلى الفرق في الدوري، كسبان 1-0 بالعافيه بمساعده الحكم. فوارد ان هو يقع قدام. والله اعلم انت هتعمل ايه معاه بقى في الماتش بتاعك، والله اعلم هتعمل ايه مع بيراميدز في الماتشين، والله اعلم هتعمل ايه مع سيراميكا في الماتش اللي هتلعبه له في مجموعه التتويج. الله اعلم، الله اعلم. بس الاهم بقى ان انا لو مصدق هعمل. انا كمنظومه، جهاز فني بلعيبه، سيبك من الاداره، بجمهور مصدقين هنعمل. لو مش مصدقين ومصدقين دايما التحكيم، المنظومه، التأجيلات، المجاملات، اصل انت عملت وما عملتليش، لو فضلنا مصدقين في الحته دي مش هيحصل اي حاجه، ومش هنحقق اي حاجه السنه دي. لا هتحقق دوري، ولا هتحقق مركز تاني، ولا حتى هتحقق بطوله الكونفدراليه. فربنا يستر على نادي الزمالك في الفتره الجايه. كامل الدعم لاي فرد في منظومه نادي الزمالك، سواء من الجهاز الفني او من اللعيبه. وان شاء الله الزمالك يكسب النهارده مباراه حرس الحدود. النهارده لا، بكره او النهارده، لان الساعه عدت 12. وان شاء الله الزمالك يكمل في المنافسه على بطوله الدوري، ويكون عنده النفس الطويل اللي يخليه يكمل في المنافسه. وشكرا ليك يا ابني والله العظيم ثلاثه لو كملت الفيديو لحد الحته اللي احنا فيها دي. دي كانت حلقه من حلقات ليالي دوري نايل. خلاص الدوري تقريبا بيفنش الدور الاول، وهنخش بعد كده في مدعكه مجموعه التتويج ومدعكه الدور الثاني ومجموعه الحسم. فهستأذنك لو تعمل لايك للفيديو لو عجبك الفيديو او عجبك محتواه بشكل عام. انا بحاول على قد ما اقدر والله ان انا اطور، بس الفكره ان في ضغط كبير ماتشات. احنا كل يومين تقريبا في ماتش، في فيديو قبل الماتش وفيديو بعد الماتش. التطوير ده هيجي قدام. شكرا لدعمكم على الفتره الاخيره، شكرا لدعمكم اللي جاي. فزي ما بقول لك لو تعمل لايك للفيديو هكون شاكر جدا. وتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه ومفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديدنا اول باول. وان شاء الله بعد المباراه اجي لك بفيديو انتصار الزمالك على حرس الحدود وتحقيقه ل3 نقاط مهمه جدا في مشواره في بطوله الدوري. والى اللقاء عزيزي الزملكاوي او عزيزي المشاهد، سواء زملكاوي او اهلاوي او ايا كان انت بتشجع مين او انتمائك ايه، على راسي ما دام بتحبني وما دام شايف ان انا ممكن اوصل لحاجه معينه وبتحب الطريقه اللي انا بقدم بيها المحتوى بتاعي. كل ده طبعا شيء يشكر جدا. انتظرني عزيزي في فيديوهات قادمة، ولنا لقاء إن شاء الله في القريب العاجل.